بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون المشاهدون المحبون لله ورسوله، كنحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نجلسوا جميع إن شاء الله ونسمعوا بهدوء إن شاء الله عن أعظم ناس داروا في هذه الحياة الدنيا من أجل تصحيح العقيدة الصحيحة وترسيخ الإيمان في قلوب المؤمنين بالله عز وجل، طبعا تحت قيادة الرسول الكريم خاتم النبيين وإمام المرسلين. غادي نتابعوا جميع هذه السلسلة ديال هاد الصحابة الكرام والصحابيات والمعاناة اللي عانوها، وكذلك غادي نتابعوا السلسلة ديال المعلم الأول والقائد الأول النبي الأعظم الرسول صلى الله عليه وسلم. غادي نتابعوا المعاناة ديالو، كيفاش عانى صلى الله عليه وسلم باش يرسخ هاد المبادئ الإسلامية وهاد المبادئ الدينية، باش يخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة ويسعد الناس جميع في كلا الدارين الدنيا والآخرة. غادي نبدأ أولا بواحد النبذة صغيرة عن هذا الرعيل الأول من صحابة وصحابيات والمعاناة اللي تكبدوها تحت قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن تاريخ الإسلام ما نساهمش، وبقاو محفوظ الجميل ديالهم إلى يومنا هذا من قبال المؤرخين ديال الإسلام الأوائل. هو يعني ما كانش غير حديث هكاك فيه كذوب كي يبهر العقول، هذاك الحديث اللي وصف به تاريخ الإسلام هاد الناس الأولين من صحابة كرام وصحابيات، من الإخلاص ديالهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن التضحية ديالهم بالأموال ديالهم والأنفس ديالهم باش يعني تكون كلمة الله هي العليا وكلمة المشركين في كل مكان وكل زمان هي السفلى. في التاريخ الإنساني كله بطوله وبعرضه ما شادش يعني واحد المدة من الزمن بانوا فيه مؤرخين مخلصين لله ولرسوله كي يوثقوا المعلومة الصحيحة بصدق والتحري عن الحقيقة ديالها وتتبع المصدر ديالها منين تحكات بواحد الجهد خارق للعادة، يعني في سفر بالجمال في الصحراء ممتلئة بالمخاطر، ومن عطش لقلة الماء أثناء الطريق، ومن جوع لقلة الطعام وقلة الزاد كذلك أثناء الطريق، باش يوصلوا للمصدر الحقيقي اللي أروى هذيك المعلومة اللي كتعلق بالإسلام والرجال ديالو السابقين، كما شهدته هذيك الحقبة الزمنية ديال المؤرخين الأولين المخلصين لله عز وجل باش يوثقوا تاريخ الإسلام. وهكذا جاء من بعدهم جيل بعد جيل كيحميو تاريخ الإسلام من التحريف إلى يومنا هذا، رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين اللي كحاربوا الإسلام في كل زمان وفي كل مكان. علماء هذاك العصر الأول ديال الإسلام الأفداد من صحابة وتابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا ما تركوش يعني شي معلومة فيها حركة من حركات الإسلام كتفيد الأمة الإسلامية، أو همسة كتشد لها الانتباه فيها واحد النوع من الظن، إلا وكي يتجندوا لها وكيفحصوها مزيان
وكيفليوها مزيان واش ما فيها شي زور ولا تحريف او غش او نسيان، ومن بعد كيسلطوا عليها اضواء الدراسة والتحليل ديالهم باش تبقى على الاصل ديالها الصحيح. فالمبادئ ديال الاسلام هي راه محفوظة بشكل صحيح من قبل العلماء ديال الاسلام المخلصين، وكذلك التضحيات ديال المخلصين اللي دافعوا بها على الحفاظ على ترسيخ العقيدة الصحيحة ديال الإسلام، محفوظة هي كذلك من قبل المؤرخين، من قبل المؤرخين المخلصين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، اللي كيوثقوا تاريخ الإسلام. وهكذا غادي يبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل.